والله ما جاء به أخونا مثلا هو الذي درسنا ورغبنا في الكتاب، يعني كنا معرضين حقا، والله كنا معرضين منصرفين عنه. والله خلق لكم ممن خلق ظلالا، أي شيء يعني يعرض إليه شعاع الشمس. وكذلك من قوله تعالى وينصرك ربك نصرا عزيزا، فالنصر العزيز هو يعني الله عز وجل يقول وإذ أخرجك قومك أو إذ أخرجك الذين كفروا ثاني اثنين. هل هذا يستلزم أن أبا ما أنزلنا كأنها قسم وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين. من قوله تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة وكلمة خبيثة. وكذلك من قوله تعالى لا تكاد تجد ردة فعل. وماذا قال لهم الأول في المائدة؟ ادخلوا عليهم الباب فإنكم إن دخلتموه غالبون. انظر ها هنا فهزموه. وأنزل الحديد في سورة الحديد، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. عندما كنت صغيرا أو كثير من المسلمين عندما أصل إلى قوله تعالى وإن آية ملكه أن يأتيكم التابوت وطالوت ملكا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر لواحة. وقال كذلك جل ذكره والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. انظر بلد طيب ويهديك ربك صراطا مستقيما فالصراط بعظيم شأن مقتدر هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فجاءت عزيز. كذلك من قوله تعالى إن الله لا يحب كل كفار أثيم، يعني المقصود من الخرق وهو السفينة في الثانية حتى إذا لقي غلاما قتله، فالغلام هو المقصود. سماوات. كذلك طالوت ماذا قال؟ فلا تأس قال فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. فقال الله لموسى لا تأس في فلسطين، لكن يقول تعالى وجئنا بهم لفيفا